والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ منورين المكتبتك. معاكم محمد. فيديو جديد هننوه فيه عن موضوع كنت اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات. من حوالي 10 ايام كنا عملنا ريفيو للساعه الدي تي الترا سبورت الفيرجن اللي بالشكل ده، وهتلاقي الريفيو موجود في لايف لو انت عايز تتفرج عنه بالتفصيل وتعرف كل التفاصيل الخاصه بالساعه، فهتلاقي الريفيو موجود في لايف لو انت عايز تتفرج عليه. كنا في اول الفيديو قلنا ان في اشكال كتير وموديلات كتيره نازله لساعات الدي تي، وقلت لكم كمان ان لما هيكون في موديل تاني هكلمكم عنه على طول وهقول لكم ايه الفرق ما بينه وبين الموديل اللي قبل. احنا اتكلمنا عن الموديل دوت، وكانت الساعه ممتازه جدا والساعه محققه مبيعات كويسه جدا، الساعه ناجحه جدا. ساعات الدي تي انا زي ما قلت لكم ان انا بفضلها وبحب اشتغل فيها لان هي مريحه في الشغل. وده مثلا اللون النحاسي اللي احنا كنا جربناه وكنا اتكلمنا عنه. النهارده بقى جات لنا العلبه الخضراء من ساعه الدي تي الترا. دي العلبتين زي ما انتم شايفين قدامنا كده، واحده باللون ده وواحده باللون ده، وظهر العلبتين زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. هنتكلم عن الساعتين وهل في فرق ما بينهم ولا لا، ولا الساعتين زي بعض بالملي. فتعالوا معايا كده بقى عشان نشوف ايه الفرق بين الساعتين. طيب اول حاجه، اول فرق ملحوظ هو شكل العلبتين. دي العلبه اللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده، نتكلم عنها تاني، ودي الساعه اللي كانت معاها زي ما احنا شايفين كده، ودي العلبه اللي معانا. ده الشكل برده منتشر مؤخرا في السوق المصري، العلبه بالشكل ده. طيب تيجي نمبر 1، دي نمبر 1 علامه الواتش هنا مكتوب هنا سبورت، نفس البرنامج وير برو، نفس البرنامج وير برو، فيها ان اف سي، فيها ان اف سي بتاع برده الترا. الدنيا في الظهر بالملي زي بعض، مفيش اي اختلاف. الفرق الوحيد هو ان هنا مكتوب دي تي 8 الترا وهنا مكتوب دي تي الترا بس. انا شفت شركه دي تي منزله نفس العلبتين دول برده، لكن انا مش عارف، حاسس ان مفيش اختلاف، وهنكتشف دلوقتي وهنكتشف مع بعض هل في اختلاف ولا. واحنا اتكلمنا عن دي خلاص بالتفصيل، خلينا بقى نشوف ديت ايه الدنيا جوه. مكتوب ده برده ان هي 49 نفس الكلام برده. ده الشكل ده الشكل بتاع الساعه لما بنفتح البوكس، ويعني ده الشكل لما بنفتح البوكس. ده الاختلاف من جوه. هنا عندنا دي، وعندنا برده الكتالوج، وعندنا اللي هو شهاده الضمان اللي بتيجي معاها دي، وعندنا الشاحن الوايرلس. تمام، ده الشكل القديم. الشكل الجديد بقى عندنا بعد دي عندنا نفس الكلام، الشهاده الضمان اللي بالشكل دوت، وعندنا ده الكتالوج برضو اللي اعتقد مفيش اي فرق بينه وبين الكتالوج الثاني، هما الاثنين زي بعض بالملي. وهي عندنا الساعه بصوا يا جماعه، يعني عايز اقول لكم ان الاثنين يعتبروا بالملي من بعض، وده هنقيسه دلوقتي مع بعض. ده الشكل برضو اللي معانا. الساعه جايه باللون النحاسي ومعاها الاستراب الفراني او السبيس جراي ده برضو، والدي تي برضو لان هي بتيجي بوكس برضو في الساعه النحاسي معاها الاستراب السبيس جراي اللي بالشكل دوت. فادي شكل الساعه. وبعد كده عندنا الشاحن، مش اي فرق بين الشواحن وبعضها. فادي محتويات علبه الساعتين، هما الاثنين يعتبروا محتويات واحده بالملي. فده بالنسبه للمحتويات. تعالوا بقى نروح مع بعض كده ونشوف شكل الساعه من جوه. فيلا بينا. عندنا هنا الدي تي السبورت اللي هي العلبه دي، وهنا الدي تي الواتش اللي هي الاستراب الاسود، والسبورت اللي هي الاستراب الاورنج. مبدئيا الاثنين جايين بنفس الاستراب زي ما انت شايف كده، هو نفس ستايل الاستراب اللي هو بيكون مضلع بالشكل ده. فدي معاها الاستراب الفراني ودي معاها الاستراب الاورنج، وبالنسبه دي برده بتيجي بالاستراب الفراني ودي بالاستراب الاورنج، فما فيش اي اختلاف. بالنسبه بقى للبادي، فادي البادي زي ما احنا شايفين كده. ده بالنسبه للشكل من الجنب، ده بالنسبه لشكل الشاشه، ده بالنسبه للجنب الثاني ما احنا شايفين. وادي الظهر، ده الظهر بتاع الساعتين. الاثنين طبعا فيهم استراب لوك، الاثنين فيهم الزرار الجانبي، الاثنين فتحات السماعه كامله، الاثنين فيهم الفتحات اللي هنا دي زي ابل الاصليه، فيهم الزرار ده بيخش على المود الرياضي، فيهم الزرار ده بيخش على المود الرياضي مباشره، فيهم الزرار ده بيفتح اخر قوائم انت شغلتها. فالدنيا واحده. تعالوا نقيس بالجهاز كده ونشوف هل في فرق في القياس ولا لا. طيب دي دي تي واتش، المفروض ان هي مقاسها بالملي من مقاس ابل. فادي مقاس واتش يعتبر 49 ملي. وتعالى نشوف الثانيه، يعني اعتقد بالملي برضو نفس المقاس بالظبط. تمام، نشوف العرض 43 و40 يعتبر 44 يعني، لان دي من الاجزاء من الملي مش هتفرق. نفس العرض بالظبط، احنا كده ضاغطين حتى نفس العرض بالظبط. بالنسبه للسمك هنا 13 71، بالنسبه للسمك هنا 13 64. طيب ده بالنسبه للدايمنشن. بالنسبه للوزن، دي الدي تي سبورت بالنسبه للوزن الاستراب 65 جرام، والدي تي الواتش العلبه الخضراء 70 جرام، يعني دي اتقل 4 جرام. هنا 70 جرام وهنا 65 جرام. الواتش دي اتقل 5 جرام. قلنا نجرب كده القياس بتاع الساعه بس لان حسيت ان الاستراب محمل شويه. فعندنا هنا ديت الدي تي العاديه 46
جرام، والدي تي السبورت 47 جرام. يعني يعتبر مفيش فرق في الوزن ما بين الاثنين وزن واحد. طيب تعال نخش جوه الساعه نشوف الدنيا. يعني نعلي الاضاءه هنا عشان بس ما نظلمش الفيديو. بالنسبه للخلفيات فنسكرول كده الخلفيات مع بعض. ادي نفس الخلفيه، اللي بعدها نفسها، بعدها نفسها، بعدها نفسها، نفس الكلام يا شباب. بص حتى الخلفيات بالملي. شكل الشورت منيو برضو واحد، هما الاثنين فيهم نفس الكلام. شكل الشاشه نطلع لفوق وشكل القوايم نفس الكلام. بنيجي للشاشه الجانبيه كده برضو بتكون نفس الكلام. الشاشه الثانيه برضو يعتبر نفس الكلام، مع ان احنا ممكن نغيرهم ونزود فيهم براحتنا. فلما بنضغط برضو ضغطه طويله بالشكل ده كده بنقدر نعمل لوك الخلفيات. الموضوع متقارب بالملي. وعندنا هنا برضو ستراب لوك موجود، الستراب لوك موجود. مفيش اي فرق بين الدي تي الترا والدي تي واتش. الاثنين ساعه واحده، الاثنين بيقدموا نفس الاوبشن، الاثنين بيقدموا نفس الامكانيات. عايز اطول عليك في الفيديو ونعمل فيديو طويل عريض على حاجه كنا اتكلمنا عنها قبل كده. انا كنت قلت لكم ان احنا هننوه لو في اي حاجه او في اي ساعه دي تي نازله عشان تبقى برضو الفروق واضحه والدنيا واضحه. تعال نخش برضو على الخلاصه وندردش في امر بسيط كده وشويه حاجات بتواجهنا في السوق المصري بخصوص الساعات السمارت واتش. فيلا بينا. ايه يا عم ده يا عم؟ هي الناس اللي بتلبس الساعه في ايد اليمين بتلبسها ازاي يعني؟ الله يكون في عون كل واحد بيلبس الساعه في ايده اليمين. الموضوع صعب قوي. بقى 3 سنين بنشتغل في الساعات، وكان احسن ساعات اشتغلنا فيها حرفيا هي ساعه الدي تي. ويعني والناس اللي جربت تقول يعني ساعه الدي تي عامله معاهم ازاي، استخدامها عامل ازاي، وهي بتكون مرضيه قوي، مرضيه بشكل كبير جدا. فزي ما انتم شفت احنا جربنا الساعتين حتى لبستهم في ايدي هما الاثنين، مفيش اي فرق اطلاقا. يعني ده على حد معلوماتنا لحد دلوقتي. هي الساعه ديت لما جربناها لانها هي بالملي الساعه الالترا السبورت، هي بالملي الالترا واتش. في برضو موديل ثالث كنا شفناه برضو بعلبه سودا كده، هنوفره ان شاء الله، نحاول نوفره ونشوف برضو هل هيكون في فرق ولا لا. فبشكل عام يعني الساعتين يعتبروا بالملي من بعض، مفيش اي اختلاف. ولو في اختلاف هتلاقينا كتبناها في الكومنتات لو احنا لاحظنا ان في اي اختلاف مثلا من نوع ما. لو لقينا ان في فيرجن نزل فيه اختلاف هنعمل عنه فيديو. طيب قلت لكم ان في شويه تفاصيل اقول لكم عن شغل الساعات، واهم حاجه كنت عايز اقولها ان في ازمه كبيره جدا في الساعات وتوفير الساعات وتوفير الموديلات بشكل عام، وده مؤدي نسبيا الى زياده الاسعار، ومؤدي نسبيا الى قله وجود الساعات بكميات كبيره. الساعات بتتوفر عندنا بكميات قليله قوي، يعني مثلا كل 3-4 ايام يتوفر 10-15 قطعه من الموديلات. فالموضوع فيه شويه ازمات. الناس اللي طلبت مننا ساعات وقلنا لها ان هي مش متوفره، او الناس اللي اتفرجت على الفيديو دخلت كلمتنا وقلنا لها ان المنتج مش متوفر وقالوا لنا ازاي انتوا عاملين عنه فيديو، بنعتذر جدا جدا. في ازمه اليومين دول ان شاء الله قريبا وبمشيئه ربنا تتحل قريب وتتوفر الساعات بكميات كويسه جدا. بقى لنا فتره بنبيع الساعه دي تي الالترا، الحمد لله ما جالناش فيها مشاكل، محدش قال ان الساعه حصل فيها ديفوهات، الناس مرضيه جدا بكواليتي الدي تي وبامكانياتها. فباذن الله لو انت طلبت واحده من الساعتين دول تكون تجربه مرضيه بالنسبه ليك. لو اي حاجه في الساعتين عجبتك تقدر تطلبها من ستور المكتبه، هتلاقي اللينكات موجوده تحت في الديسكريبشن، سواء على الواتساب او على اي صفحه من الصفحات بتاعتنا على الفيسبوك او انستا او تويتر. فكل اللينكات هتلاقوها في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، والفيديو عجبك وتديني اللايك الجميل، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم السمارت واتش بشكل خاص، اكسسوارات الموبايل بشكل عام. معكم محمد، في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.